يا صباح الفل، يا صباح الهنا عليكم وعليا انا. بصبع عليكم من عندي انا بقلوبكم الطيبه. يا رب دايما تكونوا بخير. مين منا عنده مثلا ما عندهوش مثلا حد رايح الشغل وهو عايز يفطر، او او رايح كليته او رايح مدرسته، ان هو عايز يفطر وملوش نفسه ونية للاكل. دي عبارة عن صدور فراخ أنا تبلتها وعملتها صوابع كده، وفي نفس الوقت هي مخرشفة خالص ما شاء الله. بصي لو سمعتيها وهي الصوت بتاعها، لأن محطوط عليها برضو إيه، نشا مع الخلطة. دي عبارة عن الخلطة اللي هي إيه، انت بتبقي مجهزاها في علبة. يعني أنا عملت دول وهشيل بقية العلبة لوقت تاني، لمثلا غدا فطار عشاء، اي حد جاي جعان وانا هو مثلا مش فاضيه ان انا اجهز اكل مخصوص، بروح محمره له مثلا اللي هو هياكله بالهنا والشفا، وفي نفس الوقت ايه، اكله مغذيه. هي مفيده مع شويه مخلل، تحشي سندوتشات ولادك وهم رايحين كليتهم. طول النهار بيبقوا غايبين عنك، ما بتبقيش عارفه هم اكلوا ايه، هم شربوا ايه. لكن انت كده بتبقي على الاقل على الاقل انت مطمنه بحاجه اللي هم اكلوها. صباح الهنا عليكم وعليا انا، ويا رب دايما نكونوا في خير وفي هنا. كانت معاكم اختكم هنا ابراهيم.